انت فعلا بتفكر بحرية ولا في قوة خفية بتتحكم في قراراتك من غير ما تحس؟ كل يوم بتشوف اعلانات، اخبار، فيديوهات وبتاخد قرارات، بس هل قراراتك دي حقيقية ولا في حاجة بتتلاعب بعقلك؟ في الحلقة دي من بودكاست كل يوم معلومة في رمضان هنكشف أخطر تقنيات غسيل المخ والتلاعب بالعقول اللي بتستخدمها السوشيال ميديا، سواء الإعلانات أو الأفلام، عشان توجه تفكيرك. إزاي يتم التلاعب بعقلك من غير ما تاخد بالك؟ الإعلانات مش مجرد تسويق، دي هندسة نفسية. الشركات بتجمع بياناتك وتعرض لك محتوى مخصص يخليك تحس إنه قرارك، لكنه في الحقيقة مخطط ليه مسبقا. السوشيال ميديا مش مجانية، أنت المنتج. كل ضغطة لايك، كل تعليق، كل ثانية بتقضيها على المنصة دي معلومات بيبيعوها للشركات علشان تتحكم في اختياراتك. السينما والمسلسلات مش مجرد ترفيه، في أفكار بتتزرع جواك على مدار السنين، وبدون ما تحس بتلاقي نفسك متبني معتقدات جديدة وكأنها طبيعية. الأخبار والتضليل الإعلامي، لو سمعت كذبة 100 مرة عقلك بيبدأ يصدقها. وإيه هي أخطر 3 تقنيات لغسيل المخ والتلاعب بالعقول؟ 1. التكرار المستمر، أي فكرة بتتعرض لها كتير بتتحول لحقيقة في دماغك حتى لو كانت غلط. 2. الإيحاء الخفي، ودي عبارة عن رسائل مخفية في الإعلانات والأفلام بتأثر عليك بدون وعي. 3. التلاعب بالمكافآت والعقوبات، السوشيال ميديا بتستخدم اللايكات والتفاعلات علشان تخليك مدمن عليها. إزاي تحمي نفسك وتكون أنت المتحكم في تفكيرك؟ فكر بعقل ناقد، ما تصدقش أي معلومة قبل ما تتأكد منها بنفسك. قلل وقتك على السوشيال ميديا، أنت اللي لازم تتحكم فيها مش العكس. اسأل دايما مين المستفيد من إنك تفكر بالطريقة دي، والسؤال هنا مين اللي بيتحكم في دماغك؟ هل قراراتك فعلا نابعة منك ولا في قوة خفية بتوجهك؟